لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1356 لواني كاين تفسير قرآن بيروز بيمو خزمتان بما بس رزامندي رب العالمين وهوادان مئوي هذا السودي لي والبقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. والله مناسبة آتى لقى بيش وتركوا ابن عاشور ضلاء أو آتى عطف لسر آتى كبيش كخواي قول يمحو الله ما شاء ويثبت أو إخواي قول بيبي دي سريتوا أو بشيء تثبيتي دكا أو آتش باب عطف لسر أبي باعتبار ما تفيده من إبهام مراد الله في آجال الوعيد ومواقيت إنزال الآيات باعتبار أوي أو آتى عطف لسر أبي باعتبار أوي كوا أو دقيني كاتكوا مبستي خواي قول سبحانه وتعالى لويك آجال الوعيد كاتي جيبوني هرشكاني خواي قولو كاتي دابزيني آتكان. فبينت هذه الجملة يتلير بيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مأمورا بالاشتغال بذلك ولا بترقبه. قالت لو آتى بيان ذلك كوا صلى الله عليه وسلم فرمان بيانك رأيكوا خريق بيبا مسألي أويك كنجين آتكان دين أخواري أو أن كانت اقتراح ذا كان يأخذ كنجين كي وعيدي خواهي قول هرشي خواهي قول لسر كافران زي بزي دبي بيغم صلى الله عليه وسلم كاري أوانية كوات ساورواني أوبيو فكر لو بكاتوا أدي كاري بيان صلى الله عليه وسلم تيا وإنما هو مبلغ عن الله لعباده. بيغمبر صلى الله عليه وسلم مبلغا تنهى تبليغي بيامي الله تعالى كالبو بندكاني والله يعلم ما يحاسب به عباده. خواهي قول دزاني كوابت شيوك حساب لقلب بندكاني دكا سواء شهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أم لم يشهده. يتر بيان صلى الله عليه وسلم آدي بيني كاتك وعذاب للسر كافران يعني نايبيني وكاري أونية. وإما نرينك بعض الذي نعدهم كواتا يا رسول الله لو عنيه هندك لو اشتانا لجياني خوت بيشاند بدين لو عذابي كوا وعدمان دا بيتسر مشركة كان بسبب كفريان أو نتوفينك يعني وتا نتوفينك قبل أن نريك عذابهم يعني وفاتت بسر دادين دد مرينين بيش أو عذابك بيتسر أوان فليس عليك سوى تبليغهم رسالة الله في كلا الحالين. أو إلى سرته يا رسول الله هي سنة تنهى تبليغ قاندين بيامي خواهي قورة لهردو حالتان سواء ببينيني هاتني عذاب بسر كافران يان بمردني تو باشا تو كوابيت السريان أتو لهردو حالت كواتب هاتني عذابيان نهاتن أتو تبليغي بيامي الله تعالى ذكي. ابن عاشور ضلاء قد أرى الله نبيه بعض ما توعد به المشركين من الهلاك بالسيف يوم بدر ويوم الفتح ويوم حنين. كواتا الله تعالى هنديك لهرشكاني برابر المشركين بشاني بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم كوا بتشي هنديك لواني لنا وبرد بدستي مسلمانان بشير بسيف مسلمانان لروجي بدر لروجي فتح مكة لروجي حنين ولغير أو روجانش لجياني بيان صلى الله عليه وسلم ولم يره بعضه. ولم هنديك شدي كشي نشان ندا كواتا هنديك لوعيد كان خواهي بسر كافر كان
لە ژیانی پێ ڕوویدا و پێ بینی وەکۆی لە ڕۆژانی فەتحی مەککە و بەدر و حونەین ڕوویدا کەوا بە شێوە خی گەورە هەیبەتی مشریکی شکاند و سەرانی قوڕەیشی لەناوبەر بەڵام هەندێکشی نیشان نەدا وەکو عەذابی ئەهلی ریددە لە دوای پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم خی گەورە سوبحانه وتعالە چی بەسەر ئەهلی ریددەدا هێناکەوە مرتد ببوونەوە فإن معظمهم كان من المكذبين المبطنين الكفر چونکە ئەوانە زۆربەی وانی کەوا لە دوای پێ مرتد بوونەوە لە ژیانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئەوانە هەر کوفر لە ناو دڵیان بەڵام ئیعلانیان نەدەکرد بە وەفاتی ئەوەی ئیعلانیان کرد و خی گەورەش سوبحانه وتعالى عەذابی دان خی گەورە سوبحانه وتعالى مسلمانانی بەسەر مسەڵەتکردن کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم نەیبینی ئەمثال و هاوشەوەی ئەوانە وەکو ئەوەی کەوا بەسەر مسەیلەمەی کەذاب هات بەڵێ ئینجا خی گەورە دەفەرمی ئەوەی کاری تۆ تەنها تەبلیغە وعلينا الحساب أي وعلينا نحن لا عليك محاسبة العباد لسر إيمة تنها نق لسر تو يا رسول الله حساب كردن لسر لقلب دكان ومجازاتهم على أعمالهم وهربها هل سكوت كردن سزادانيا لسر كرد وكانيا ياخد باداش دانويا لسر كرد وساكانيا أو لسر إيمة لسر تونية ابن عثيمين ضله أو أتبلغيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهدي الناس هداية الدلالة والإرشاد أو إلى سر بيغمبر صلى الله عليه وسلم رين موني خلشيب كا رين نشان بدا هداية دلالة وإرشاد رين مونيان بكا بهداية رين نشاندان أما هداية التوفيق فليست على الرسول ولا إلى الرسول رام هداية التوفيق زيجير كردني إيمان لنا ودلو دلوني بندكان أو لسر بيغمبرني صلى الله عليه وسلم لزمن وظيفة كان أويش نية فالرسول لا يجب عليه أن يهديهم بيغمبر صلى الله عليه وسلم لسر نية واجبني لسر إلا هداية خلشي بدا برام ريان نشان دا وليس بقدرتي ولا استطاعت أن يهديهم ولا تواناشي دانية نق واجب لسري لا تواناشي دانية كوا هداية التوفيق يام بدا ولا ضليان دامزرين ولو كان بقدرتي أن يهديهم لهدى عمه أبا طالب أقل لتواناي دا هبوا كسك هداية بدا بيقومان هدايتي مامي أبو طالب ددا أو أبو طالب أو همو ياد متي بيغمبري دا صلى الله عليه وسلم يتن حتى أو هندي لا روحي لا شدابو أبو طالب يعني صلى الله عليه وسلم هولي لقل دا بلام آخريش بكافري مرد ولكنه لا يستطيع ذلك يعني صلى الله عليه وسلم لتواناي دانية إيمان وهداية لذلك هز كسيك برويني لأن هذا إلى الله سبحانه وتعالى وحده وسلي هداية التوفيق دانان إيمان نوضل درون تنها وتنها لدس الله تعالى له إيما فرمان ما فيك بردوا عمران اهدنا الصراط المستقيم هداية لدس الله تعالى وسنة خواهي قرزة تعمل قلبا دكاري كسك رغبتي أو هدايتي هبيو برو أو هداية هنقاو بنيو أسبابه كارك عم بقريت دس خواهي قرزة سبحانه وتعالى هدايتي الدا إن زادوات الدفرمي أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب مناسبة آتجد قال أوي بيشتبك ورازيد ليه لما وعد الله تعالى رسوله بأن يريه بعض ما وعدوه أو يتوفاه قبل ذلك كاتكوا خوي يقول لآت بيشتر فرمي هەندێک لەو شتانە کە خی گەورە وعدەی پێدا لە ژیانی خۆی پێ دەیبینی هەندێکیش پێ وفات دەکەوت لە دوای ڕوودەدا بين في هذه الآية لو أتبين لك أن آثار حصول تلك المواعيد وعلاماتها قد ظهرت وقويت بەڵام لەو ئاتەش ڕۆین دەکاتەوە ئاثار و شوێنەواری دامەزران و بدایەتی دەستپێچی ئەو وعدانەی خی گەورە و نیشانەکانیان هاتی نەجێ و بەهێز بۆکەوە هەمووی جێبەجێبی أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أولم ينظر الكفار كافر كان تماشا ناكن أنا ننصر المسلمين كافر كان نابنا إما نصرة مسلمان دين ونفتح لهم ديار المشركين أرضا بعد أرض نايبين بساي خوان كوا إما ولاتي مشركين
پارچەزەوی و پارچەزەوی شار لە دوای شار وڵات لە دوای وڵات کەوا فتح دەکرێت بە دەستی مسلمانان و فننقص دار الكفار ونزيد في دار الإسلام ئانای بن هێدی کەوا نقصانی لە وڵاتی کافران ڕوودەدا و فراوان بوونەوە لە وڵاتی مسلمانان ڕوودەدا ئەفەلا يعتبرون بذلك ئایا پند و ئامۆژگاری وەرناگرن فيخافون ظهورهم على أرضهم وقهرهم إياهم أو كافراني كماينة لو يناترسن كوا أوانيش ڕۆژێک دادێ ئەوانیش مسلمانان بەسەریاندا زاڵ دەبن و وڵات و خاک و شاری ئەوانیش دەکەوتە ژێر سای ئیسلام کەواتە ئەوەلەم یەڕوا ئەنە الأرض ننقصها من أطرافها بەو شێوەی لێکیان دایتەوە کەوا خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا نوقسانی لە وڵاتی کافران دەکا و فراوانی لە وڵاتی مسلمانان دەکاتن و واتە هێدی وڵاتەکان زیاتر دەکەونە بژێر دەسەڵاتی مسلمانان هێدی وڵاتەکان زیاتر دەکەونە ژێر دەستی مسلمانان ئەوەی بۆ شێوەیە لێک چی دایتوە لە مفەسرین وەکو ئیبن جەریر تەبەری و زەجاج و زومەخشەری و ئیبن کەثیر ونسبه البغوي إلى أكثر المفسرين بغويش دڵێ زۆربەی مفەسرین ئەوهای لێک دەنەوە لە پیاوانی سەلەفیش وەکو ئیبن عەباس و ضەحاک و حەسەن ئیتر ئەوەلەم یەڕەو ئیستفهامێکی ئینکاریە ئایا نایبینن کەواتە لۆ نایبینن ئەوە ئینکاریە والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أولم يروا واوكا لبو عطفة لسر مقامك كوا باب لسر شتي مقدر كوا باب باس نكره بلام تقدير ذكره كوا جملة كوا دخوازي أي أنكروا نزول ما وعدناهم أو أشكوا أوان إنكاري أو إذا كان كوا أو عذابي كوا خواي يقولوا عدي بس كافر كان إنكاري وإذا كان نايه يعني شك معنى لو هي أو ألم ينظروا في ذلك ولم يروا أنام بيني يدي بس يا إخوان لسروان هشتانا جيشتي دورو بريان نابينا والضمير عائد إلى المكذبين العائد إليهم ضمير نعيدهم كوات أولم يروا باسي شيء لبو أو كسانك ومكذب نايبينا ابن عطية دلي وهذا القول لا يتأتى إلا بأن نقدر نزول هذه الآية بالمدينة كواتا بيدسي أو آتا زيادة المدينة بسكو المدينة إنزا فتوحات دستي بيكر نقل مكي يقول والله أعلم بو ليقدانه وبو تفسيري زياتر واتا أو آتا مدنية والله أعلم ابن عاشور دلي الرؤية يجوز أن تكون بصرية والمراد رؤية آثار ذلك النقص أولم يروا فعلا بتساوي خوان آثار أو نقصانيي لولات كافران ردان نابينا ويجوز أن تكون علمية يأخذ علمية أولم يروا علما في أي ألم يعلموا ما حل بأراضي الأمم السابقة من نقص نانزاني لبيشي أوان وڵاتی كافران بچ شێوەیەک نقصانی كوتناوي عذابات السريان وذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بالأرض أرض الكافرين من قريش كواتا زور المفسرين دلن أولم يروا أنانات الأرض أو أرض كشيء كوا عادي كافر كان قريشية فيكون التعريف للعهد كواتا أو ألف لامه أولم يروا أنانات الأرض ألف لامك ألف لام عهدية واتا أو كوا باسكرا العادي قريشيا كان وتكون الرؤية بصرية كوات لو حالتي بس إخوان بينيتيان ويكون ذلك إيقاظا لهم لما غلب عليه المسلمون من أرض العدو فخرجت من سلطانه كواتا أقادار بن تماشاكا ببينا أو كوا خواي سبحانه وتعالى صلاة مسلمانان دا لدست كافر كان يندر هنا لجد صلاة مسلمانان فتنقص الأرض التي كانت في تصرفهم وتزيد الأرض الخاضعة لأهل الإسلام أو إلى التصرف أنا خواهي قول دري هنا كوتي تبردست مسلمانان وبنوا على ذلك أن هذه الآية نزل من لسانش أو رأيش كوا بلغير سروي كوا ديار أو آتا لمدينة دابزية
وهو الذي حمل فريقا على القول بأن سورة الرعد مدنية. لو هندك اللازانان دلن سورة الرعد بكامل مدنية، فإذا اعتبرت مدنية صح أن تفسر الأطراف بطرفين وهما مكة والمدينة. كواتا كبو الشيوش ديك بدنوا كبلين ألف لام الزاوية كش الأرضك عهدية كواتا زاوية قريشة كان كوازياتر أطراف كش دو طرفة لمكة ومدينة، فإنهما طرفا بلاد العرب. مكة ومدينة دو طرفي ولات عربانا. مكة طرفها من جهة اليمن، كواتا طرفي مكة طرف ليوارة أقل اليمن وبي، مدينة طرف ليوارة لجهة الشام. ولم يزل عدد الكفار في البلدين في انتقاص. يترز جماري كافر كانش لهورد ولات ياخذ لهورد زيقا لمكة ولمدينة لنقصاني دا بويكوا برو إسلام دين، إلى أن تمخضت المدينة للإسلام كالسرطة مدينة أو زاب التواوتي تواو يقلابوا لبو مسلمانا، ثم تمخضت مكة له بعد يوم الفتح لدواء روجي فتحش بهماش ومكش عيني كوتبر دستي مسلمانا. بەڵێ خۆشەویستان دیارەشتی تریژ مە لە تەفسیری ئەوە باسی بکەین، بەڵام لەبەر تەوابوونی کات دەوەستین بە پشتوانی الله تعالى لەوانی داهاتوو دێنەوە خزمەتی. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.